باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب ما يدعى به للميت. صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم الدعاء. فيبدأ أولا بالفاتحة لأنها ثناء على الله عز وجل، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحق الناس أن يقدم حتى على النفس، ثم بعد ذلك الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم الدعاء الخاص للميت: اللهم اغفر له وارحمه. وهذا الترتيب كالترتيب في التشهد أولا التحيات لله وهو ثناء على الله، ثم السلام على النبي، ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين. وهذا أيضا الدعاء للميت كذلك مرتب، لكن يبدأ بالعام قبل الخاص، بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام، لأن التشهد تدعو لنفسك: السلام علينا، والنفس مقدمة على الغير إلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الفاتحة كاملة، ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحسن ما يصلى به عليه ما علمه أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم يدعو للميت الدعاء الخاص. ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فحافظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته، يعني أكرمه في ضيافته، لأن الميت يكون ضيفا على الله عز وجل إذا انتقل من هذه الدنيا، فإنه يكون في قبره معذبا أو منعما، فيقول: أكرم نزله وأوسع مدخله، ويجوز مدخله يعني أوسع قبره لأنه يدخل فيه. أكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد. ذكر الثلج والبرد لأنه بارد، وذكر الماء لأن به النظافة، والذنوب أجرنا الله وإياكم منها عقوبتها حارة، فناسب أن يقرن مع الماء الثلج والبرد، فيحصل بالماء التنظيف ويحصل بالثلج والبرد التبريد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نظفه تنظيفا كاملا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس من الوسخ، وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسة تظهر فيه. فإذا كان الثوب الأبيض نقيا فمعناه أنه ليس هناك دنس إطلاقا، بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك، فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانا واضحا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. ودار الدنيا كما نعلم دار محن وأذى وكدر، فيقول أبدله دارا خيرا من داره ليكون منعما في قبره، وأهلا خيرا من أهله، أهله ذووه كأمه وخالته وبناته وأبيه وابنه وما أشبه ذلك، وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه يعني زوجة خيرا من زوجته، وذلك بالحور العين. وكذلك بزوجته في الدنيا، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان فإنها تكون زوجته في الآخرة. فإن قال قائل كيف تكون خيرا من زوجته في الدنيا وهي واحدة؟ قلنا خيرا منها في الصفات والجمال وغير ذلك. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت، وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء. فإن كانت امرأة فإنه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، يعني بضمير المؤنث. فإن كان لا يدري هل هي ذكر أو أنثى فإنه مخير، إن شاء قال اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص، والمرأة تسمى شخصا، أو اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة، والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة. فهو إن كان يعلم أنه ذكر ذكره، إن كان يعلم أنه أنثى أنثه، وإن كان لا يدري جاز أن يذكره وجاز أن يؤنثه. فإن ذكره فالمعنى يغفر له أي لهذا الشخص الذي بين أيدينا، أو يقول اغفر لها أي لهذه الجنازة، والجنازة تطلق على الرجل والمرأة. والله موفق. عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت. وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت. أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو الدعاء العام، يقول المصلي على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. وهذه الجمل يغني عنها جملة واحدة. لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل، لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل، وإذا كررته ازددت بذلك ثوابا. قول لحينا وميتنا
يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عصره وصغيرنا وكبيرنا، كذلك أيضا يشمل الصغير والكبير الحي والميت. وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية، وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى يسأل له المغفرة. وذكرنا وأنثانا مثلها عامة، وشاهدنا وغائبنا الحاضر والمسافر مثلا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. الحياة ذكر الإسلام وهو الاستسلام الظاهر، وأما الموت فقال توفه على الإيمان، لأن الإيمان أفضل ومحله القلب، والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه، لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت، وقد سبق أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، هذا أجر. كذلك أيضا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه، يؤجر أيضا على صبره على المصيبة. ولا تفتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام الإنسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه والعياذ بالله. ولهذا قال لا تفتنا بعده. فينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت للميت فأخلصوا له الدعاء، فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك، والله الموفق.